طبعا المسلسل اللي لسه مكمل فيه هو مسلسل الحشاشين، بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناظر؟ اللي هو يعتبر نقلة في الدراما المصرية، مش بسبب الجرافيكس، مش بسبب الإخراج فقط اللي هو الإخراج الرائع، وطبعا الكتابة المتميزة جدا، لكن المسلسل فيه تفاصيل كتير جدا بتخلي الواحد يتابعه للآخر، مش مجرد إن هو ينبهر بالديكور والجرافيكس والكلام ده. وجود شخصيات كتير وحكايات كتير داخل المسلسل بيخلي فيه تنوع، في نفس الوقت قصص مشوقة وانت عايز تعرف نهاية كل قصة ايه. زي رحلة عمر الخيام من بلد الى بلد، هو نفسه مش عارف المفروض يروح فين. قصة نورهان والبنات اللي داخل القصر اللي انت مش عارف هي ممكن تخلص على ايه، لكن انت مش متضايق وعايز تعرف، متشوق جدا عايز تعرف نهايتها ايه. قصة يحيى والجنود وبقيت عايش حياتهم ومتأثر لما زميلهم مات، وعايز تعرف النهاية ممكن تخلص على ايه. حتى القصص الجديدة اللي دخلت هي بتتكلم على الثلاثة الأتباع داخل قلعة ألمون، كل واحد وجهة نظره وفكره والسبب الحقيقي لدخوله قلعة ألموت والانضمام إلى طائفة الحشاشين. في تنوع كتير ومغامرات كتير داخل المسلسل، في نفس الوقت انبهار في كل حلقة، غير الانبهار الخاص بحلقة 11 وطبعا المعركة اللي كانت معركة قوية جدا على مستوى الإخراج ومستوى الإنتاج. الحلقات اللي كانت متميزة جدا وقوية جدا هي حلقة قتل الحسينة بن الصباح، ومدى التغير والصراع النفسي اللي كان باين على وش كريم عبد العزيز هو في الصراع ان هو هل يقتل ابنه ولا يعفو عنه، والصراع بين حسن الصباح الاب وحسن الصباح القائد. فكانت من الحلقات القويه جدا، كل الحلقات قويه لان كل حلقه بتخلص على حدث بيخليك متشوق للحلقه اللي بعديها. ده بالنسبه لي من المسلسلات فعلا القويه، مش على مستوى رمضان لكن هو على مستوى الدراما المصريه بصفه عامه. تهديد الخليفة العباسي. خلصنا النص الاولاني في رمضان وابتدينا النص الثاني ومسلسلات النص الثاني في رمضان. وطبعا كان من المتميز نور خالد وولده خالد نور او العكس عشان انا بتلخبط فيها لحد دلوقتي. المسلسل ابتدى بقوه شديده جدا وغموض كوميدي فظيع. المسلسل ابتدى بانفجار في فاعل النووي، كريم محمود عبد العزيز هو مهندس في فاعل النووي ده، لكن الانفجار ده كان فيه هو ومراته. الموضوع فيه لخبطه محدش فاهمها، حتى الابطال نفسهم مش فاهمينها. واخيرا لما جعلوا خير مع نهايه الحلقه الاولى كريم محمود عبد العزيز يبقى والد شيكو. دلوقتي كريم محمود عبد العزيز عنده ابنه اللي هو الصغير، شيكو ده متكرر مرتين، مره وهو صغير ومره وهو كبير، فالموضوع ملعبي. فالقصه نفسها حتى لو هي خيال علمي درامي انت متشوق تعرف هي هتخلص على ايه. الكيميا بين كريم محمود عبد العزيز وشيكو كيمياء كوميديه الى اقصى درجه وغير طبيعيه، عشان شيكو نفسه فعلا يلاقي والده فبيتعامل الموضوع بمنتهى الطبيعيه وان هو عادي مفيش اي مشكله. وعلى الجانب الاخر كريم محمود عبد العزيز منطقي والمفروض مهندس وعقلاني، ردود فعله نفسها كوميديه بمجهود قليل جدا. فانت شايف ميكس كوميدي غريب مخليك عايز تكمل المسلسل للاخر، مش علشان تضحك بس، علشان تعرف تفسير هذه النظريه العلميه. ده اعتقد ان هو هيبقى من المسلسلات اللي هتبقى ترند في رمضان كله. انا ابنك، انت بابا. ابني مين يا بغل انت؟ طبعا من المسلسلات اللي انا تابعتها من اول حلقه وما خيبتش ظني هو مسلسل جودر الف ليله وليله. المسلسل من بدايته حتى على مستوى الجرافيكس مبهر الى اقصى درجه، ده غير ان القصه ما خدتش وقت كتير وابتدوا على طول، فما فيش فكره ان انت بتمط في الاحداث. الموضوع غامض بحيث ان انت متشوق تعرف ايه قصه جودر بن عمر المصري وايه قصه الشمعيين دول والكنوز الاربعه، فخلت الواحد فعلا يفتكر مسلسلات ألف ليلة وليلة زمان بجودة وكواليتي يعني مبهرة جدا. أنا أتمنى أن المسلسل ده يفضل مكمل بنفس الكواليتي كل رمضان. يا جودر انت بقالك هنا على الجزيرة 10 سنين. فدي تقريبا خلاصة جميع الحاجات اللي أنا اتفرجت عليها في رمضان لحد دلوقتي. من الحاجات اللي أنا اتفرجت عليها وكانت مستفزاني جدا هي رامز جاب من الآخر. ورامز جاب من الآخر السنة دي جايب بدل من نجم واحد جايب نجمين وقاعد يعمل فيهم مقالب، واللي فهمته إن واضح إن الأبطال دول أو النجوم دول عندهم مشاكل وقال إيه وهو بيحاول يصالحهم على بعض. لحد دلوقتي مش فاهم برامج رامز دي هل هي المفروض تحت بند الكاميرا الخفية ولا لا؟ إن النجوم أو الأبطال اللي موجودين في البرنامج المفروض مش عارفين إن دي كاميرا خفية أو مش عارفين إن ده مقلب، لكن السنه دي بالذات باين جدا يا اخوانا. يعني انا رامز انا جاي اعمل فيكم المقلب ايه؟ انا مش فاهم. طبعا هم اكيد عارفين تفاصيل المقلب. طبعا احمد السقا يلا بينا وهوبا ويلا والمقلب اللي بعده، يعني مش فاهم هو ايه الحلو في الموضوع. يعني زمان برامج الكاميرا الخفيه زي ابراهيم نصر كان بيجيب ناس طبيعيه مش نجوم واقعيين شويه، فتحس ان الموضوع
بتشك هل ده واقعي ولا لا، هل هو متفق معاهم ولا لا. لكن برامج رامز جلال واضحه وصريحه جدا، فانا مش فاهم ايه المبدع وايه المبهر في الموضوع. هل المبهر ان انت بتشوف ممثلين بيتبهدلوا وهم كمان راضيين ان هم يتبهدلوا؟ انا مش قادر افهم وجهه النظر. فانت بالنسبه لك كمشاهد ايه الافضل لك، ان انت تتفرج على برامج زي برامج رامز جلال ولا برنامج زي برنامج الكاميرا الخفيه؟ مستني رايكم. بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناظر؟